أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم قوي، يعني كتير بنفكر فيه. أهلا بيك. ليه ساعات بنبقى عاوزين نحقق حاجات كبيرة وعندنا النية وكل حاجة، بس بنلاقي الأهداف دي بعيدة قوي؟ دي نقطة فعلا بتقابل ناس كتير. النهاردة بقى هنغوص في فكرة يعني ممكن تبان بسيطة بس قوية جدا من كتاب التأثير المركب. لدارين هاردي. بالظبط. الفكرة بتقول إن النجاح الكبير ده مش قفزات عملاقة ولا سحر لا. خالص، دي حاجات صغيرة بنعملها كل يوم ورا بعض. هاردي نفسه الكاتب طبق الكلام ده وبقى مليونير وهو عنده 27 سنة. حاجة سجوينة amazing. فيعني خلينا نفهم الموضوع ماشي ازاي. تمام. الفكرة أساسية قوي وبصراحة بتغير طريقة التفكير. الكتاب بيحطها في معادلة بسيطة كده، اللي هي بيقولك اختيارات صغيرة وذكية زايد استمرارية عليها زائد وقت كافي يساوي فرق جذري. اختيارات صغيرة، استمرارية، وقت. تمام. بالظبط. والمثال اللي دايما بيتقال وبيبينها قوي هو مثال القرش السحري. سمعت عنه، اللي هو لو حد خيرك تاخد فلوس كتير دلوقتي. أيوة، تاخد 3 مليون دولار دلوقتي حالا ولا تاخد قرش واحد، قرش واحد؟ بس القرش ده قيمته بتتضاعف كل يوم لمدة 31 يوم بس. طب ما أكيد يعني 3 مليون طبعا، مين هيفكر في قرش؟ ما هو ده الطبيعي، الأغلبية بتجري على المبلغ الكبير فوراً. بس هنا بقى المفاجأة. إيه بقى؟ لو حسبتيها بالورقة والقلم، القرش ده اللي بيتضاعف كل يوم بعد 31 يوم بيوصل لأكتر من 10 مليون دولار. يا نهار أبيض، أكتر من 10 مليون؟ شفتي بقى؟ المثال ده عبقري عشان بيورينا قد إيه مخنا ساعات بيستصعب فكرة النمو والتراكمي ده. فعلا صادم. وإزاي إن الصبر والاستمرار حتى لو النتيجة مش باينة في الأول قوتهم يعني خرافية. دي حقيقة فعلا تخلي الواحد يقف عندها. والكتاب بيخلي الموضوع واقعي أكتر بمثال ال3 صحاب ده، صح؟ مثال حلو قوي وبيوضح الفكرة عملياً. ممكن تحكي لنا عنه؟ أكيد. تخيلي معايا 3 صحاب زي بعض تقريباً في كل حاجة، نفس الظروف، نفس المرتب، الصحة، الوزن، كله تمام. الأولاني هنسميه سكوت، قرر يعمل تغييرات بس بسيطة خالص، يعني ما تتلاحظ. زي إيه مثلا؟ بدأ يقلل مثلا 125 سعر حراري من أكله كل يوم، يعني ممكن يشرب مية بدل كان صودا، حاجة كده بسيطة قوي دي. وبدأ يسمع حاجة مفيدة، بودكاست تعليمي مثلا نص ساعة وهو رايح الشغل بدل ما بيسمع أغاني أو راديو، وقرر يقرأ 10 صفحات بس من كتاب مفيد كل يوم. 10 صفحات؟ يعني مفيش بالظبط، حاجات بسيطة جدا ومحدش ياخد باله منها. صاحبه التاني براد عمل العكس، برضو حاجات صغيرة بس سلبية، زي إنه مثلا زود أكل مش صحي شوية؟ أيوة، أو اشترى شاشة تلفزيون أكبر فبقى يقعد قدامها وقت أطول شوية كده، يعني حاجات برضو تبان عادية. التالت لاري فضل زي ما هو ماشي بنفس روتينه، لا عمل تغيير إيجابي ولا سلبي. تمام. وبعدين إيه اللي حصل؟ في الأول بعد مثلا 5 شهور تقريبا مفيش فرق خالص بينهم. طبيعي. بعد 10 شهور بدأت تبان فروقات بسيطة قوي، لكن المفاجأة كانت بعد حوالي 2.5 سنين، يعني 31 شهر. إيه اللي حصل؟ الفروقات بقت ضخمة. سكوت صحته بقت أحسن بكتير، خسر وزن ومبسوط أكتر في شغله وعلاقاته. ما شاء الله. براد بقى وزنه زاد، بقى تعيس أكتر وأداؤه في الشغل قل. ولاري زي ما هو، يمكن محبط شوية إن مفيش تقدم. ده فرق كبير قوي من مجرد 125 سعر حراري و10 صفحات. شفتي بقى؟ المثال ده بيجسد قوة الاختيارات الصغيرة اليومية دي وتأثيرها التراكمي الرهيب سواء بالإيجاب أو بالسلب. ده معناه إن كل قرار صغير بناخده كل يوم هو اللي بيشكل مستقبلنا فعلا. بالظبط كده. عشان كده الكتاب بيركز قوي على فكرة إننا لازم نتحمل مسؤولية حياتنا بنسبة 100%. مفيش حاجة اسمها حظ بقى أو ظروف. لا، هو بيقول النجاح ده استعداد بيقابل فرصة، والاستعداد ده إحنا اللي بنبنيه كل يوم باختياراتنا الصغيرة المستمرة دي. زي الطيارة كده اللي لو غيرت مسارها درجة واحدة بس بالظبط ممكن توصل مكان تاني خالص على المدى الطويل. هي نفس الفكرة. كلام منطقي جدا ومقنع. طيب لو حد سمعنا دلوقتي وعايز يبتدي يطبق ده، أول خطوة عملية يعمل إيه؟ أهم وأول خطوة ودي قوية جدا هي التتبع، monitoring أو tracking. التتبع يعني إيه؟ يعني تبدأي تراقبي وتسجلي بوعي سلوك معين عايزة تغيريه. أي سلوك، زي المصاريف مثلا. المصاريف، الأكل اللي بتاكليه، عدد ساعات النوم، الوقت اللي بيضيع على السوشيال ميديا،
أي حاجة. مجرد إني أكتب وأسجل؟ مجرد الفعل ده إنك تراقبي وتسجلي بيخلق وعي، بدل ما الواحد ماشي كده وخلاص. والوعي ده هو أول خطوة عشان تقدري تتحكمي وتغيري. فعلا لما الواحد بيشوف الأرقام قدامه بيتخض ساعات. جدا. الكاتب نفسه بيحكي إنه اتصدم لما بدأ يراقب هو بيصرف فلوسه فين بالظبط. المراقبة بتجيب وضوح، والوضوح بيخلينا نقدر ناخد قرارات صح. جميل، يعني نبتدي نراقب. بس ساعات الواحد بيبدأ بحماس وبعدين الحماس ده بيروح. إزاي محافظ على الاستمرارية دي؟ سؤال مهم قوي. هنا بتيجي قوة الزخم أو المومنتوم. الكاتب بيسميه بيج مو عشان يأكد على أهميته. الزخم؟ شبلها بطلمبة المية القديمة اللي بالإيد دي. عارفها. في الأول لازم تضخي بمجهود جامد ومستمر، وممكن مفيش ولا نقطة مية تنزل. صح، وكتير بيزهقوا هنا ويوقفوا. بالظبط. لكن لو كملتي بنفس المجهود والإصرار ده، فجأة المية بتوصل وبتبدأ تتدفق بسهولة ومن غير مجهود كبير زي الأول. هو ده الزخم. فهمتك، يعني لازم نعدي المرحلة الصعبة الأولانية دي. تماما. والاستمرارية في الأول هي مفتاح بناء الزخم ده. وأحسن طريقة نحافظ بيها على الزخم ده ونخلي الأفعال الكويسة دي تستمر، إيه هي؟ إننا نبني روتينات يومية قوية. روتين الصبح، روتين بالليل. الروتينات دي بتحول الأفعال الإيجابية لعادات بتحصل بشكل تلقائي تقريباً وبأقل مجهود مع الوقت. يبقى الخلاصة كده بعد رحلتنا دي في فكرة التأثير المركب، إن الأحلام الكبيرة دي مش محتاجة قفزات خرافية خالص. لكن بتتبني يعني طوبة فوق طوبة كل يوم بقرار صغير إيجابي ومستمر. بالظبط. ممكن الطريق ما يكونش مبهر في الأول أو سريع. مفيش نتائج فورية. لكن نتائجه مع الوقت بتبقى استثنائية فعلا، وممكن تغير مسار حياتنا كله. كلام مهم قوي. ويمكن آخر نقطة كده نسيبها للمستمعين يفكروا فيها. اتفضلي. إن الفرق بين الناس اللي بتنجح والناس اللي يعني مش بتحقق أهدافها غالباً مش في قدراتهم الخارقة. أما في إيه؟ في استعداد الناجحين دول إنهم يعملوا الحاجات البسيطة اللي ممكن تبان مملة أو روتينية ويلتزموا بيها كل يوم، يوم ورا يوم. في حين إن غيرهم مش مستعد للملل ده أو الالتزام ده. بالظبط. فالسؤال بقى اللي ممكن نسيبه، إيه هي العادة الصغيرة قوي الإيجابية اللي ممكن نبدأ نلتزم بيها كل يوم من النهاردة ونراهن على تأثيرها المركب ده على المدى الطويل؟